عندما يتم الإساءة لدول مجلس التعاون من كافة وسائل الإعلام التي متواجدة في هذه الدول، الإساءة لدولة شقيقة والإساءة لرموزها والانزلاق إلى مستوى متدني جدا بالإساءة إلى أعراض في هذه الدولة. نحن في دولة قطر لم ننزلق في هذا المنزلق ولم نقابل هذا التصعيد بتصعيد مشابه، ولكن تعاملنا مع الموضوع بحكمة وبحلم، ولم يكن هناك تجاوب معه بنفس الطريقة. تم تداول بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلقي خطابا للشعب القطري، هل يتوقع أن يلقيه الليلة؟ فعلا هو كان هناك خطاب لصاحب السمو موجه للشعب القطري اليوم بشأن الأحداث الأخيرة والتطورات الأخيرة، ولكن سموه أجرى استقبل اتصال من والده صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، ونزولا عن رغبته أجل إلقاء هذا الخطاب ليوم الغد لإعطاء مساحة لصاحب السمو الشيخ صباح للتحرك والتواصل مع أطراف الأزمة، ومحاولة منه كما عهدناه دوما لاحتواء مثل هذه الأزمات. فصاحب السمو الشيخ صباح كان له دور كبير في أزمتنا في عام 2014، وما زال نحن في دولة قطر ننظر له، سمو الأمير ينظر له كوالد له، واحترم رغبته لتأجيل أي خطوة أو أي خطاب يلقيه للشعب إلى أن يكون هناك توضيح صورة أوضح لهذه الأزمة. إذن قطر تريد أن تعطي مساحة بالفعل لهذه الاتصالات، ونود أن نعرف منك، نحن نعلم أنك تلقيت العديد من الاتصالات اليوم من وزراء خارجية بلدان عديدة وتجري اتصالات